والله انا طالع اقول انا والله ما عارف هقول ايه. بس انا زهقان وقرفان من اللي بيحصل فينا ده. في ناس هتطلع تقول لي دي حكمة ربنا ودي مشيئته، ماشي انا معاكم. بس ما فيش مشاكل ان احنا برضو ايه، يعني لينا حق. ها زي ما هو طلبنا وقفنا جنبه، احنا كمان بنطلب انه يقف جنبنا. يعني انا الدولة، انا عمري ما طلبت حاجة من الدولة، بس الظروف جابتنا لكده خلاص. ما عادش فيه خالص، افتقرنا والعملية بقت تحت خلتنا بصوا يعني جبنا اخرنا. انا واحد من الناس، ولا طلعت ثورة 11 ولا ثورة 13، ملناش في الكلام ده. احنا ناس صناعية شغال على دراعنا، اليوم اللي بنشتغل وبنجيبه وبيتصرف وخلاص وانتهى الموضوع على كده وحياتنا ماشية. بس احنا بقى ما عدناش عارفين كده نعمل كده، ما عدناش عارفين نشتغل. حتى اللي بنشتغل بيه بنجيبه ما بنلحقش ندخله البيت. فاهمني؟ والناس اللي بتطلع تقول ان الرئيس ملوش ذنب في الغلا، لا ازاي؟ ده هو اصلا في البداية كلها هو اللي غلى. انتوا نسيتوا ولا انتوا بتنسوا؟ انا عارف ان انتوا بتنسوا، بس انا هفكركم بحاجة. قال لك هنرفع الدعم عن الناس، ماشي. هنرفع الدعم عن البنزين، ماشي. ما هو دي من ضمن يعني المحروقات ديت، من اول ما هترفع عنها الدعم خلاص كل حاجة غلي. دي البداية بقى. كهرباء ماشي، ميه ماشي، ضرايب ماشي، جمارك ماشي. هو رفع بقى كل الاسعار دي، فالحاجة غليت بقت 10 اضعاف. ما يعني رجل الاعمال او المستورد مش عايز يخسر، مش هيخسر، هو عايز يكسب نفس المكسب، فهيغلي علينا. فمين اللي شال الطين؟ احنا الشعب، الاغلبيه الصامته اللي عمرها ما فتحت بقها ولا قالت تلت التلاته كام. احنا بنقول الحمد لله، بس كلمه الحمد لله بيحصل وراها ضغوط. يعني هي لما بتتقال بيبقى وراها ضغوط نفسيه كبيره، بتتقال في الحزن. فاحنا خلاص احنا ما عدناش عارفين، احنا ما بنعرفش نعيط. انا ما بعرفش اعيط، بس بعرف اقول اللي جوايا. فاللي جوايا يا ريس ان انت ظلمتنا، جبت لنا حكومه عرفت ترضيك وتتفنن كده تفضي جيوبنا، وهي فضيت صراحه، فضيت. فهي بصراحه انت الحكومه بتاعتك، يعني اللي هو ايه بقى، الموظف عايز يرضي رئيس الوحده، ورئيس